السلام عليكم. هعمل معاكم النهارده طاسة السعادة اللي جوه اخر الليل، تنفع معانا عشاء وتنفع معانا فطار، تنفع معانا وقت ما تجوعي تقومي تعمليها. مكوناتها موجودة في كل البيوت، سهلة وبسيطة وطريقتها سريعة جدا. حاجة معايا بطاطساية وهنقشرها زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده هقوم مقطعاها مكعبات صغيرة. اهم حاجة تكون صغيرة شوية علشان تكون سهلة معاكي وانتي بتسويها، ما تاخدش منك وقت. زي ما انتم شايفين قطعيها بالطريقة اللي انتي تحبيها، بس تكون المربعات كويسة، تكون صغيرة. الأكلة ديت حلوة قوي يا جماعة، على ضمانتي جربوها، هتبقى حلوة جدا، تعجبكم جدا، خفيفة كده ولذيذة ومتتعبش معدتنا بالليل. في طاسة على النار حطي معلقتين من الزيت، تمام، وتكون الطاسة درجة حرارتها متوسطة، ما تكونش عالية علشان خاطر ما تحرقش مننا البطاطس. هنزل على بالبطاطس عليها واديها تشويحة كده خفيفة، وبعد كده اغطي عليها واقوم موطيه النار. ما تبقاش النار واطيه قوي، تكون متوسطه عشان خاطر ايه، تستوي براحتها. معايا هنا فلفل اخضر وفلفل الوان، كان عندي بواقي فلفل الوان احمر، حابه تزودي اي نوع تاني مفيش اي مشكله، تمام. هاخد الفلفل بتاعي واقطعه برضو مكعبات صغيره علشان يدبل بسرعه. لو عندك طماطم برضو مفيش اي مشكله، بس انا اكتفيت برضو بالفلفل بس، محبتش اوفرها قوي، يعني الفلفل لوحده كفايه جدا، بيدي طعم جميل جدا مع البطاطس. تمام كده. وعندي فلفل احمر، ما لقيتش فلفل اصفر الصراحه، قلت فلفل احمر يكسر برضو مع اللون الاخضر، يديله لون حلو جدا لذيذ قوي. برضو نقطعه مكعبات صغيره، اصغر شويه من المكعبات الفلفل الاخضر علشان برضو يستوي براحته. وهنزل برضو على الفلفل على البطاطس، اديله تشويحه حلوه. تمام كده، شايفين لونه حلو قوي ازاي. هنزل بقى بالبهارات، نص معلقه صغيره من الملح، وهنزل بنص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من البابريكا، ونص معلقه صغيره من الكمون. وهكتفي بكده، مش هزود اكتر من كده. انا مش عايزه الاكله يكون بهاراتها كتير، انا عايزه يكون بهاراتها خفيفه كده عشان تعرفي تاكليها كويس. تمام. هنشوح الفلفل مع البطاطس ونوطي برضو نفس التوطية، هغطي عليها لحد ما تستوي براحتنا. عندي هنا 3 بيضات، عايزه تزودي عايزه تقللي حسب الكميه اللي انت عايزاها. الكميه ديت بالنسبه لي لفردين 2 بس، مش اكتر من كده، وتنفع 3 افراد و4 افراد كمان، لانها ما شاء الله كميه الخضار كتيره، فهتفرش قوي معاكي يعني. هنزل بفلفل اسمر على الفلفل اسمر وبابريكا على البيض، واربهم كويس جدا، وهبص بصه كده على البطاطس اشوفها استوت ولا لا. لو استوت هنزل بالبيض عليها، كده بقت زي الفل، استوت يعتبر تلتين سوا، ده اللي انا عايزاه. تمام. هسويها تسويه حلوه كده، هقوم هنزل على بالبيض عليها. تمام. زي ما انتم شايفين، حاولي بقدر الامكان بقى تسوي البيض، تخليه ايه، يغطي كميه الخضار كلها، يمين وشمال برضو في النص وكل حاجه، مفيش اي مشكله. بس كده، وطي بقى النار خالص عليها، سيبيها تعيش حياتها مع نفسها، هتاخد منك مش اقل من 10 دقايق على نار هاديه. انا كان عندي هنا موتزاريلا، انا صراحه بحب اضيف الموتزاريلا على اي نوع من انواع الاكل اللي انا بعمله، سواء الاكلات السريعه اللي زي ديت. ما عندكيش مش مشكله، عندك زيتون، عايزه تحطي زيتون حطي، عايزه تحطي لانشون، جبنه رومي، اللي انت عايزاه. عايزه تكتفي بكميه الخضار، مفيش اي مشكله، هي لوحدها تحفه وزي الفل. هغطيها عليها على نار هاديه، وهتبقى معانا بالشكل القمر ده، تورتايه، بيتزايه، سميها زي ما تسميها، جميله وتحفه وطعمها حلو جدا. اتمنى يكون الفيديو النهارده اعجبكم ورضاكم. دمتم في رعاية الله، واشوفكم على خير، والسلام عليكم.